يا مكان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في ست عجوزة قاعدة في بيتها لوحدها. الست دي كان قدام بيتها شجرة كبيرة خالص. الشجرة دي كان بيقف عليها عصافير كتير خالص. والست دي كانت في شباك عندها بتحط كل يوم على الشباك ده أكل للعصافير. تيجي العصفورة تاكل وتجري، تيجي العصفورة تاكل وتجري. وبعدين الست كانت في يوم من الأيام تعبت خالص وبقتش قادرة تقوم. يا عيني. وبقت نايمة في سريرها وصعبان عليها العصفورة والعصافير كتير كلهم اللي كانوا بييجوا ياكلوا من عندها. ففي يوم من الأيام العصافير تستنى الست دي تطلع عشان تحط لهم أكل، مش قادرة. يستنوا يجوا تاني يوم، مش قادرة. العصافير تصوصو تصوصو عشان تسمعهم. سو 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 سو. هي مش سامعاهم، بس صعبان عليها وبتبكي. يا عيني على العصافير، يا عيني عليهم، أنا مش قادرة أقوم لهم خالص، أنا عيانة أنا عيانة. العصافير بقت صعبان عليهم. الست دي حصل لها إيه؟ الست دي حصل لها في يوم من الأيام العصفورة خربشت في الشباك علشان الست لو كانت صاحية تأكلها؟ لا تقوم، ولا تكون مش عارفين إذا كانت ماتت ولا عايشة. في يوم من الأيام العصفورة راحت خلت راجل كان قاعد تحت التوتة ديت الشجرة الكبيرة. راحت رايحة العصفورة واقفة على كتفه، تصو صو شو شو شو، وتجري على الشباك. ترجع تاني تقف على كتفه، شو شو شو، وترجع تقف على الشباك علشان تنبهه إن في حاجة غريبة. الراجل قال العصفورة دي بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ الراجل قال لازم أشوف العصفورة دي إيه اللي بيخليها تقف على كتفي. رايح الراجل يبص اتجاه العصفورة وهي بتجري وتطير تقف على الشباك. راح الراجل ده قال لازم أشوف. راح جايب الراجل سلم وطلع بالراحة على السلم. فضل يخبط على الشباك، محدش يرد عليه. فضل يخبط على الشباك، محدش يرد عليه. راح رايح لأهل القرية وقال لهم في ست عجوزة هنا باين عليها تعبانة ما بتطلعش، لأن كانت بتحط للعصافير كل يوم أكل وبقالها فترة ما بتعملش. وفي عصفورة بقت تيجي تقف على كتفي وترجع على الشباك على أساس إن أنا أتنبه. وأنا حسيت فعلا إن في حاجة غريبة. تعالوا نفتح الباب ونشوف فعلا في حد في البيت ولا لا. يا ناس، يا ناس تعالوا كلكم تعالوا، في باين في حد ساكن هنا بس جراله حاجة. والناس راحت؟ الناس جريت مع الراجل يلا نفتح الباب، يلا زقوا معايا زق. فتحوا الباب لقوا الست نايمة في السرير ومش قادرة وتعبانة. يا عيني. الناس قالوا لها فيكي ايه فيكي ايه؟ مش قادرة أقوم، مش قادرة أقوم، أنا تعبانة. راحوا الناس واخدين الست موديينها للدكتور وجابوا لها الدواء. وايه قالوا لازم حد يقعد معاه. اهل القرية دول ناس طيبين جدا. راحت الست، راحت شكرتهم على اللي عملوه معاها وقالوا لها احنا ما كناش نعرف ان انتي تعبانة ولا في حد في البيت اصلا، لكن في عصفورة كانت بتيجي. الراجل رد بقى، الراجل قال كانت في عصفورة انا قاعد تحت الشجرة بقت تيجي تقف على كتفي وترجع تاني تيجي تقف على. فانا قلت اقف على وتروح تقف على الشباك. فانا قلت اكيد في حاجة. رحت لأهل القرية وناديتهم عشان يساعدوني. فجينا فقالت له شكرا ستي. قالت له كتر خيرك، انا مش عارفة اشكرك ازاي. الله، يعني انا لما انا كنت بحط لهم اكل، حط لهم غله وميه علشان خاطر ياكلوا وعشان خاطر ينوبني ثواب من ربنا. شوفي المعروف ما راحش. حتى العصفورة اللي هي طائر عملت معايا ايه. ربنا يخليكم يا رب. دايما البني ادم اللي بيعمل المعروف ما يروحش ابدا. شكرا يا رب. وانا ان شاء الله لما اخف هرجع تاني واحط لها اكل
واحط لها الغلة تاكل هي والعصافير كلهم صحابها اللي كانوا بيقفوا على الشجرة. شكرا يا رب يلي ما بتضيعش المعروف أبدا. شكرا يا رب. وشكرت الست الناس. شكرا ليكم كلكم يلي ساعدتوني. متشكرة ليكم والله، انتوا لسه فيه الخير في الدنيا، وانا ربنا ما يحرمنا منكم كلكم يا رب. وانا بقول لكل الناس اللي يقدر يعمل معروف ان شاء الله ربنا هيجازيه عليه ويوقف له ولاد الحلال ويوفقه ويكتب له الخير. شكرا يا رب. شكرا يا رب. شكرا يا رب. حلوة أوي الحدوتة دي. وان شاء الله هحكي لكم حواديت تانية وناخد منها عبرة وحكمة. عبرة وحكمة من كل التصرفات دي. وشكرا لكم ومع السلامة يا حبايبي.